ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير ووحشتوني كتير. النهارده هنعمل تظبيطات للمطبخ كده. هنظبط الرفين بتوعنا، وكمان هنغسل البوتاجاز ونغير القصدير، ونظبط تحت الحوض، وكمان بالمرة نعمل ضرفة الخزين. يلا بينا نبدأ. بصوا، اول حاجة هعملها، لو عندي مواعين على الحوض طبعا لازم افضي الحوض بتاعي عشان لما ابدأ النظافة يبقى فاضي. فنرجع الحاجة مكانها. وطبعا بالنسبة للإدراج، يا ريت وانتي بتاخدي الحاجة رجعيها تاني مكانها عشان يفضل عندك الدرج طبعا مترتب، والحاجة عندك متظبطة أول بأول. لو اتعودتي تحطي الحاجة في الإدراج مكانها، خلاص انتي هتتعودي كل ما تصبين المواعين تحطيها مكانها، حتى بيبقى سهل علينا ان احنا شايفين كل حاجة قدامنا. وادي الرفين طبعا هظبطهم واغير المفارش بتاعتهم، ومش هفرش المفارش دي تاني ابدا. ولما اجي اشتري مفارش مش هجيبها طبعا مخرمة كده، لانها بهدلت لي طبعا الرفين. فانا هظبطهم واشيل المفارش وافرش مفارش تاني خالص. اول حاجة طبعا اعملها، نسيت اعملها، اولع طبعا اذاعة القرآن الكريم، نقف كده في المطبخ واحنا مرتاحين. انا من الناس اللي بحب اشغل زي ما قلت لكم اذاعة القرآن الكريم وانا واقفة في المطبخ. فكده خلاص هنفضي طبعا الرفين وهوريكم ازاي متبهدلين. شايفين المفارش بهدلتهم خالص. فتوبة اجيب مفرش مخرم تاني للرفين بتوعي. ولازم طبعا هصبنهم على الحوض، لان ما كانش ينفع المعهم وهم مكانهم. لو مفارش مش متخرمة بلمعهم الصراحة وهم مكانهم، فبيريحوني خالص. وهنضف طبعا وراهم بالمرة عشان تبقى الدنيا كلها نطفت مرة واحدة. وطبعا هنروح نصبنهم على الحوض ونسيبهم يتصفوا. وتوبة كمان زي ما قلتلكوا اجيب مفارش مخرمة نحطها طبعا ونكون بنستعملها في المطبخ. تجيبي مفارش مقفولة عشان ما تبهدلكيش الدنيا. ادي الرفين اهم بغسلهم طبعا، وكنت مرعوبة يتكسروا مني، لان انا بحب المعهم وهم محطوطين مكانهم طبعا اسهل بكتير. وطبعا قلت بالمرة وانا واقفة كده اروح مصبنة شوية المواعين الخفاف دول عشان يبقى الحوض فاضي خالص، لان لسه كمان هنغسل طبعا البوتاجاز بتاعنا. فكده احنا ايه هنظبط طبعا البوتاجاز زي ما قلت لكم. وكمان هنشوف التوابل بتاعتنا لو ناقصه، طبعا على حسب كميه التوابل اللي انت بتستعمليها. اي برطمان عندك تلمعيه اول باول كده تبقى ايدك فيه، هيفضل عندك منور وزي الفل. خلاص كده صبنا شويه المواعين وغسلنا الحوض بتاعنا، ونحط المواعين على نظافه. طب زي ما انتوا عارفين المواعين دي ما بتخلص الحمد لله يعني، على طول موجودة مواعين. انت ممكن تصبني المواعين وتدي ظهرك بس للحوض، مفيش دقيقتين تلاقي الحوض فيه مواعين. لا، المواعين دي ما بتخلصش خالص، ولا هي ولا الغسيل الحمد لله. خلاص كده خلصنا شوية المواعين بتوعنا. طبعا سايبين الرفين يتصفوا، هنشفهم ونحطهم تاني مكانهم. ادي الرفين الازاز طبعا اللي مش هشيلهم تاني الا ايه لما يكون ايه جابوا اخرهم. بس خلاص هفرش المفارش دي. بص دي بقى بتفضل تحتيها الرفين نضاف خالص، يا دوب بمسحهم مسحة خفيفة كده وبيفضلوا زي الفل. طبعا توبة نحطهم تاني. نشوف ايه الحاجة بقى ايه اللي ناقصانا كده. انا دول بتوع الشاي والسكر. نفضي طبعا الحاجة عندنا لو ناقصة عشان تبقى المطبخ بتاعنا كمل بالمرة. نفضي الشاي ونفضي السكر. ودي حاطة فيها قرنفل، انا بحب احط الشاي فيه قرنفل بيبقى جميل. ودي شوية التوابل اللي انا كنت شارياها. الحاجات اللي ناقصة عندي اشتريتها. الكركم والكاري طبعا خلاص كاملين مش هفضيهم. ده القرنفل زي ما قلتلكوا. وكمان اللي ناقص عندي تاني الفلفل الاسود والشطة والملح، وطبعا القرفة الخشب. احسن حاجة البطرمانات الازاز بتبقى سهلة حتى في الغسيل خالص. فانا خليت بطرمانتي كلها ازاز عشان تبقى سهلة عندي في النظافة. وكمان هفضي الفلفل الاسود بتاعي. واي حاجة طبعا ناقصة بحب افضيها كده كل فترة
واخلي المطبخ عندي كامل. وادي الملح كمان هفضيه في برطمان تاني عشان اغسل البرطمان بتاع الملح. انا بحب اقف كده والمطبخ بتاعي نضيف عشان وانا بعمل اكل كده يبقى الواحد نفسه مفتوحة. وادي البطرمانات بتاعت الكاكاو نلمعها ونظبطها، وكمان نلمع الرفوف دي على بالمرة. بصوا بقى لما تكوني حاطة فلوس في حتة وتلاقيها فجأة، الصراحة بتفرحي بيهم حتى لو مبلغ قليل، بس مش لدرجة 50 قرش، لان انا لقيت فلوس تاني طبعا هنا كنت ناسيها خالص. فطبعا بصوا الواحد بيفرح بيها. هنلمع دول بردي ونحط طبعا الفحم السريع ده بستعمله في يوم الجمعة عشان بولع بخور طبعا يوم الجمعة. وكمان هنفك البطرمانات بتاعتنا لو الغطيان بتاعتنا متبهدلة نفكها ونغسلها اول باول. ولو في بطرمانات فاضية برضه متبهدلة بالمرة نغسلها. طبعا ايه هنظبط نروح نغسلهم طبعا ونظبطهم بعد كده. هنظبط طبعا البطرمانات. ادي بطرمان الملح والغطيان كلها نغسلها غسلة حلوة، وتبقى عندك كده نظيفة ولا متبهدلة ولا اي حاجة، لان ايدك فيها على طول. يعني الشاي والسكر، بطرمانات الشاي والسكر دول عندي من ساعة الجواز. بصراحة انا بحافظ على الحاجة ما بتتكسرش عندي على طول. وطبعا ما اقدرش اقولك انا متجوزة من قرن يعني فعندي بقالها فترة ومحافظة عليها ونظيفة وزي الفل. لكن البطرمانات بتاعت التوابل دي الصراحة غيرتها. الاول كانت بلاستيك وباغ، لا ما عجبتنيش وما كانتش بتتصبن، فروحت غيرتها وخليتها ازاز. خلاص كده غسلنا الغطيان بتاعتنا والبطرمانات، ونقفلها بقى ونلمعها تلميعة بردي على السريع. ولو اي حاجة عايزين نطحنها هنطحنها. يعني عندي الفلفل الاسود ناقص هطحنه وانا واقفة بردي بالمرة، عشان يبقى خلصت من موال التوابل ده وخلصته خالص. شفت ايه اللي ناقص عندي. كده نمسحهم وننشفهم كويس طبعا عشان لما نحط فيهم التوابل بتاعتنا. ده برطمان البابريكا والفلفل الاسود. في حاجات انا بستعملها بتخلص عندي بسرعة خالص، الفلفل الاسود والبابريكا والكمون طبعا والكزبرة والجنزبيل، دي اكتر حاجة عندي بتخلص بسرعة. نطحن طبعا شوية فلفل اسود، ولازم يبقى عندي طبعا توابل تاني موجودة عشان لو نقصت ازود بيها، وقبل ما تخلص الحاجة اكون جايبة طبعا غيرها. حطينا الفلفل الاسود وادي البابريكا كمان هنحطها. وطبعا ده اللبان الدكر لازم يكون موجود عندي في البيت عشان لو حد عنده كحة او بلغم على الصدر، بنقع شوية لبان من بالليل في شوية مية ويشربهم الصبح على غير الريق، صراحة بيبقى جميل جدا وبيفرق معاهم خالص. انا معوداهم على كده من زمان. وادي التوابل لو اتبقت طبعا نقفلها بمشبك كده او مشبك غسيل اي حاجة، المهم يعني عشان ما يتبهدلش مننا لما نيجي نشيله. خلاص كده هنرجع طبعا الحاجات تاني على الرف بعد ما نضفناه وفرشناه ولمعنا طبعا التوابل بتاعتنا وشوفنا ايه اللي ناقص عندنا. طبعا وهنحط طبعا الحاجات المشروبات فوق، الشاي والكاكاو والقهوة، اي حاجة مش بنستعملها قوي بنحطها فوق. طبعا التوابل ايدينا فيها على طول فبنخليها تحت. وده اللبن البودرة بخليه طبعا على جنب، منفعش فوق الصراحة، ما قصدي نسيت وحطيته تحت فهحطه فوق. وهننزل الراديو طبعا تحت. وادي شوية التوابل بتاعتنا الزايدين نروح نحطهم في ضرفة الخزين. طبعا هنعمل نظافة سريعة كده لضرفة الخزين، اي حاجة مايلة كده حطيناها على السريع نرجع نظبطها على طول. وادي طبعا التوابل بتاعتي اللي بزود بيها بعد كده. والحاجة طبعا المفتوحة زي ما قلت لكم تحطوها في مشبك وتقفلوها قفلة حلوة. وادي السكر بتاعنا هنفضيه في البطرمان بتاعنا. دي بطرمانات كانت عندي كان فيها جبنة، فطبعا ايه بستغلها وافضي فيها سكر دقيق رز اي حاجة. طبعا احسن ما يبقى في الكيس مفتوح كده تيجي تسحبها هتلاقي الكيس طبعا وقع واتبهدل، لا بنفضيها وتفضل عندنا كده في البطرمانات وسهلة طبعا عليكي لما بتيجي تسحبيها. وادي الدقيق طبعا ناقص هنزود طبعا الدقيق بتاعنا عشان يبقى كله كده خلص وفضينا كل حاجة. دي نظافة خفيفة كده على السريع وتشوفي حتى ايه اللي ناقصك كده على السريع. وادي الرز طبعا هنفضيه، ساعات بناخد شوية من كيس الرز ونسيب الباقي في الكيس
وكده خلصنا النظافة بتاعة ظرفة الخزين، خلصناها بسرعة. خلاص كده، وادي الزيت بتاعنا وحطينا الخل وخلصت طبعا الضرفة. نروح طبعا نعمل ايه دلوقتي؟ نغسل الرخامة بتاعتنا. ادي الرخامة كده، خلصنا الرفين بتوعنا وظبطناهم وخلاص كده خلصناهم وخليناهم زي الفل. نغسل بقى الرخامة بتاعتنا غسلة حلوة كده، وحاولي ما تحطيش زي ما احنا متعودين حاجات كتيرة على الرخامة، وخصوصا لو عندك المطبخ صغير زي بتاعي، لان طبعا المكان الصغير بيكون فيه كركبة كتير. لا، هي المكان مش ناقص ضيق يعني، حتى عشان تعرفي تقفي وتحطي حللك واطباقك، فتخليه كده دايما فاضي على طول. طبعا في مواعين ظهرت جديدة فهنصبنها على السريع برضو. وطبعا الفوط بتاعت المطبخ لو عايزاها تنضف، شوية ملح ليمون وشوية مية سخنة وتنقعيهم من بالليل، ولو عايزة تنضفيهم اكتر كمان اديهم لفة في الغسالة. ملح الليمون بيخليهم زي الفل، بس اهم حاجة يكون ملح الليمون طبعا شغال، لان ساعات بنجيب ملح ليمون ما بيعملش اي حاجة. بحب احطهم انا بنقعهم كده على طول فبيبقوا عندي نضاف وزي الفل. فوطة، حتة قماش، اللي انتوا عارفين المطبخ بيخش فيه فوط وبيخش فيه قماش، واي حاجة بنعملها طبعا ايه للمطبخ بتنفع. وكده خلاص فضينا البريل بتاعنا في الازازة دي. انا بحب استسهل الازازة دي عن ما امسكها وانزلها على طول، دي بتسهل عليا البريل على طول. كده خلاص غسلنا الكبة وخلصنا الحوض، نروح نعمل البوتاجاز بتاعنا، وهنغير له القصدير طبعا ونغسل الحوامل بتاعته. طبعا انا مش هغسل العيون بتاعته لان انا لفاها طبعا، فبتبقى نظيفة عندي مش متبهدلة. هغير لها بس القصدير بس، ونغسل الحوامل، وكمان هنغسل البوتاجاز ونخليه زي الفل. القصدير ده ريحني كتير خالص عن الاول انا ما كنتش بحط قصدير، بس من ساعة ما بقيت احطه لا ريحني خالص للبوتاجاز. ويا ريت البوتاجاز تغسلوه على طول، تخلوا ايديكوا فيه. برضه البوتاجاز ده عندي من فترة، فعلى طول بغسله بالكتير خالص لو قعد لتاني يوم. تاني يوم على طول ابدأ فيه غسيل قبل ما ابدأ في الاكل بتاعي، يا اما بعد الغدا على طول اغسله يا اما تاني يوم. ما تطوليش البوتاجاز بتاعك عشان ما يتعبكيش بعد كده. لو غسلتيه على طول احسن ما تحطي له قصدير طبعا ويطول، والقصدير طبعا بينزل من تحت، فخلي ايدك فيه كده على طول اسهل واريح. كده غسلناه وخليناه زي الفل، شايفين حتة سلكة كده وشوية بريل ويبقى زي الفل وبينور. وهنغسل طبعا الحوامل بتاعتنا، وادي المفارش اهي هنغسلها برضه معانا، بس مش هنفرشها تاني في المطبخ خالص. توبة. الحوامل طبعا تبقى ايدينا فيها على طول، هتفضل عندك نظيفة وزي الفل. كده خلاص يبقى البوتاجاز بتاعنا نضفناه، وهنروح نحط القصدير مع بعض ونفرشه فرشة حلوة، قصدي ننضفه ونرجعه تاني زي ما كان. وكده احنا عملنا نظافة كده زي ما تشوفين سريعة كده للمطبخ بتاعنا. النظافة بتاعة المطبخ انا عارفة ان هي ما بتخلص، بس لازم كل فترة كده ننظف المطبخ بتاعنا. لو ورا البوتاجاز بتاعك بيبقى فيه زيت، اول باول نضفيه. يعني انا افضل واقفة كده ابص ورا البوتاجاز، لو في كام نقطة زيت ظهروا الصراحة بروح ماسكة حتة السلكة كده على السريع وحتة قماشة، بيبقى على طول ايدي فيه على طول في المطبخ. انا ما بحبش اقف في مطبخ متبهدل ابدا. عامة الشقة كلها بحب الف عليها انا طول النهار، لو في حاجة واقعة لا اعدلها اعملها اظبطها. بحب الدنيا نظيفة، وخصوصا كمان قبل ما انزل. قبل ما انزل ما بحبش انزل واسيب الدنيا عندي متبهدلة، لازم انزل وتبقى الشقة عندي متظبطة. ترجعي كده نفسيتك مرتاحة وبالك مرتاح طبعا وانتي برا. الا اذا طبعا لو احنا مستعجلين ونازلين، طبعا مستعجلين او في حاجة بننزل بسرعة، بس انا من الناس اللي بحب انزل وشقتي طبعا نظيفة. ادي القصدير اهو. بعد ما غسلنا الحوامل وغسلنا البوتاجاز بتاعنا، هنرجع نحط القصدير طبعا، ده اللي بيريحنا وبيخلينا ننسى العيون خالص بتاعة البوتاجاز.
دي طبعا هنقفلها خالص لان انا ما بستعملهاش، فبقيت اقفلها كلها عشان ارتاح منها خالص. وافتح طبعا بالعيون كده مكان العيون عشان نحطها على البوتاجاز. وكده خلصنا البوتاجاز بتاعنا. نروح نحط طبعا العيون مكانها. يبقى احنا كده عملنا الرفين الازاز وكمان عملنا البوتاجاز، وكمان هنظبط طبعا تحت الحوض، لان انا عملت ظرفة تحت الحوض. كنت الحاجات دي بحطها على الارض، بس رفعتها فوق على الرف، فريحتني كتير. طبعا السبرتاية لا غنى عنها في الشتاء. شايفين متبهدل ازاي؟ ودي ازايز زيت، انا بستعمل الزيت وبعد ما بستعمله بحطه في الازاز عشان يتباع. طبعا بدل ما ارميه، انا الاول كنت برميه لان ما كانش حد بيشتريه. وادي الاكياس بتاعت الزبالة بحب اطبقها كده واحطها في العلبة دي، بتسهل عليا خالص لما اخد الكياس لما عوزها. طبقيها تطبيقة حلوة كده وتبقى سهلة عليكي في السحب، وقبل ما تخلص طبعا بنجيب غيرها. بحب اطبق الاكياس كده كلها وتبقى سهلة عليا. وزي ما قلت لكم صح، الزيت بتاع الاكل دلوقتي بيتباع، ما كانش عندنا بيلفوا، دلوقتي بيلفوا يتباعوا طبعا. ببيعه لهم وبستفاد بيه بدل ما كنت برميه طبعا في الزبالة. فبحطه طبعا تحت الحوض عقبال ما احوش كمية حلوة واروح بيعاها. وطبعا السبرتاية زي ما قلت لكم دي بتطلع في الشتاء، طبعا بنحب نعمل عليها قهوة شاي اي مشروبات. طبعا في الشتاء بنخلي السبرتاية كده، نعمل صينية فيها السبرتاية والكوبايات وتبقى جاهزة عندنا على طول. كده خلاص خلصنا الأكياس، نرجعها تاني في العلبة بتاعتها ونحطها تحت الحوض. طبعا انا كنت زي ما قلت لكم كنت بحط تحت الحوض الحاجة في الارض، بس طبعا كنت عاوز امسح افضي كل حاجة وارجع امسح واحطها تاني. فالرف ده سهل عليا، بقيت احط الحاجة طبعا على الرف وامسح براحتي واكنس براحتي تحت الحوض. طبعا العلبة دي فيها الفوط بتاعت المطبخ، ودي فيها اكياس الزبالة. والعلبة دي كمان بجيب السلك المعين واقصه واحطه فيها، يبقى جاهز عندي على طول. وادي ازايز الزيت اللي انا بستعمله، طبعا بحطها هنا عقبال ما ابيعهم. وطبعا برصهم من ورا خالص لان انا مش بستعملهم دلوقتي، او قصدي مش هبيعهم دلوقتي. كده خلاص رجعنا كل حاجة مكانها. نروح بقى نمسح المطبخ اللي هي المسحة الحلوة دي، شوية بريل وبالمكنسة بتاعتك وتخليه زي الفل. وكده خلاص خلصنا المطبخ بتاعنا. وتعالوا نشوفه بعد ما خلص طبعا عامل ازاي. انتوا عارفين بعد ما خلص المطبخ ده الواحد مبيحبش اصلا حد يدخل فيه، عايزين يقعد فترة كده ايه على نظافة. وادي المطبخ طبعا بتاعنا بعد ما خلص. شايفين طبعا الرفين بيبقوا زي الفل ومنورين. وادي المفارش بتاعتنا بعد ما فرشناها وخليناها زي الفل. ادي التوابل بتاعتنا بعد ما خلصناها كلها، التوابل تحت والحاجات اللي بنشربها فوق. والرخامة بتاعتنا بعد ما صبناها وخليناها زي الفل. متخليش على رخامتك حاجات كتير عشان الزحمة. وادي البوتاجاز بتاعنا وادي تحت الحوض. كده خلصنا المطبخ بتاعنا وخليناه زي الفل ومنور. وكمان الفيديو بتاعنا خلص، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.